النادي الاهلي بيتعادل 0-0 مع سموحه في مباراه اسوأ ما يكون للنادي الاهلي، وده بسبب كل الكلام اللي انا قلته قبل المباراه وكان كلامي كله صح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم كوره بشكل على اليوتيوب. زي ما قلت النادي الاهلي بيتعادل مع سموحه 0-0 في مباراه هزليه ومباراه ضعيفه جدا للنادي الاهلي، وده بسبب حاجات انا كنت قلتها قبل المباراه، واولهم ان الكل هيطلع يعتذر لموسيماني بعد اصابه اكرم توفيق. وخلونا كده في السريع نشرح الموضوع. موسيماني بعد اصابه بدر بنون وبعد اصابه اكرم توفيق بقى عبء عليه كبير جدا، ولازم كان يلاقي حل للمساله الدفاعيه دي او غياب اثنين مؤثرين جدا في الناحيه الدفاعيه، فكان بيضطر ان هو يلعب بثلاثه في خط الوسط، حمدي فتحي والسوليه والو ديانج. والناس كلها كانت بتضغط موسيماني ان ما كانش فيه لعب جمالي، ان ما فيش قوه هجوميه، وان ومحدش بص ان الراجل مجبر على الحل ده. شوف مباراه النادي الاهلي النهارده قدام سموحه، كم الاخطاء او خط الوسط اللي كان مباح لسموحه بشكل كبير جدا، وكم الفرص اللي ضيعها نادي سموحه. نادي سموحه النهارده لو عنده لاعب مركز في الجزء الاخير من الملعب كان المباراه ممكن تخرج 2 و3-0 لنادي سموحه. وخلونا نشرح بقى ليه. اكرم توفيق او اول المصابين اكرم توفيق مفيش البديل ليه في مصر كلها من الناحيه الدفاعيه او من ناحيه القوه الدفاعيه لاكرم توفيق. يعني في النادي الاهلي مثلا لاعب زي محمد هاني مش بنفس القوه الدفاعيه لاكرم توفيق، وده بان النهارده. التغطيه العكسيه كمان محمد هاني ما بيقدرش يعملها زي اكرم توفيق، على الرغم من النهارده لعب قدامه مثلا لاعب زي كريم فؤاد، فالمفروض محمد هاني كان يتاخر وبرده محمد هاني ما قدرش يعمل ده. الحاجه الثانيه لاعب زي علي معلول ما بيقدرش يتقدم هجوميا لان دايما الحته اللي وراه بتكون مفتوحه، لان اكرم توفيق كان بينزل ثالث جنب الاثنين المساكين، فبيقدروا ان هم يفتحوا الملعب ويسدوا الثغره اللي ورا علي معلول. في غياب اكرم توفيق الناحيه اليمين بتبقى مباحه والناحيه الشمال ما بيبقاش فيه تغطيه فيها، فدي المشكله من غياب لاعب زي اكرم توفيق اللي كان بيعاني منها موسيماني. فكان بيضطر زي ما بقول ان هو يلعب بثلاثه في خط الوسط، واهمهم حمدي فتحي اللي بينزل ليبرو متقدم قدام الاثنين مساكين. كل ده الناس ما كانتش واخده بالها فيه او ما كانتش واخده بالها ان موسيماني بيضطر ان هو يعالج غياب اثنين لعيبه كبار زي بدر بنون واكرم توفيق. مفيش اي حد ركز في الكلام ده والكل كان بيهاجم موسيماني. طب اهو النهارده ايه رايكم في الاداء؟ لعب الراجل بنفس الخطه اثنين بس في خط الوسط، وما لعبش لاعب ثالث يحاول يسد مكان اكرم توفيق او يسد الثغره اللي مكان علي معلول. خط وسط النادي الاهلي كان مباح بشكل كبير جدا، فرص كتير جدا كان لنادي سموحه لو كان استغلها بشكل كويس كان قدر ان هو يكسب النادي الاهلي النهارده 2 و3. علي معلول مش خايف او مش عارف يتقدم لانه عارف ان بقى فيه ثغره وراه. فكل ده كان موسيماني بيعالجه باكرم بحمدي فتحي لاعب ثالث، او فكره ان يلعب بلاعب ثالث في خط الوسط، او فكره ان هو يلعب برجله المتقدم. فزي ما بقول الكل لو عنده انصاف النهارده يعتذر لموسيماني، لانه ما كانش حد شايف الثغره دي ولا العبء ده، لان موسيماني كان اوريدي كان هو محضر لها او قدر ان هو يسد الثغره دي. ما حدش اخد باله من ده. انا ما اعرفش ازاي في الكره المصريه كلها بكل محللينها بكل اللي كان بيهاجم موسيماني ما حدش اخد باله من الكلام ده. لكن النهارده بعد مباراه سموحه اظن الموضوع كله واضح، واظن ان الكل لازم يعتذر لموسيماني.